بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكهنوت نعمة مقدسة أخذناها من السيد المسيح لكي نتمثل به، فهو كان يجول يصنع خيرا بين الناس، فوجود الكاهن في أي مكان هو خير وخدمة وراحة لكل الناس. بقبل ايديك وبصلي ليك تفضل معانا سنين وسنين. شفنا الأبوة الحلوة فيك وشايلنا في عينيك الاتنين. عمرك ما تتأخر في يوم عن حد تعبان أو مهموم، وأحب أقولك على العموم هنا كلنا لك مديونين. شكرا يا أبونا على كل حاجة عملتها، على كل خدمة خدمتها، على كل كلمة قلتها وعلمتنا حاجات كتير. شكرا يا أبونا إن أنت موجود وسطنا، يا باب إيديك سندتنا، وقفت دايما جنبنا وشفنا وياك كل خير. حبيب صحيح زي المسيح، وقت الخطر بتكون نجاة. طيب قوي وحضنك مريح، ولينا مرشد في الحياة. بتشيل حمول من عالكتاب وتطمن القلب اللي يخاف، وترعاه بمحبة الخراف، وتقول تدور عاللي تاه. شكرا يا أبونا على كل حاجة عملتها، على كل خدمة خدمتها، على كل كلمة قلتها وعلمتنا حاجات كتير. شكرا يا أبونا إن أنت موجود وسطنا، يا باب إيديك سندتنا، وقفت دايما جنبنا، شفنا وياك كل خير. وقت الضيقات نجري عليك ونشوف معاك راحة وأمان. حنية الدنيا دي فيك يا أبو قلبي، فيك حب وإيمان. من قلبنا متشكرين لتعبك، احنا مقدرين. يا راعي كنيستنا الأمين، ياللي بصلاتك مسنودين. على كل خدمة خدمتها، على كل كلمة قلتها، علمتنا حاجات كتير. يا أبونا إن أنت موجود وسطنا، يا باب إيديك سندتنا، وقفت دايما جنبنا، شفنا وياك كل خير. من أبوة ربنا ومحبته لينا بيدينا آية من آيات الجميلة: وأعطيكم رعاة حسب قلبي. الكهنوت هو أبوة، الكهنوت هو محبة، الكهنوت هو احتضان، الكهنوت هو حضن واسع، الكهنوت هو قبول لكل أولاده، هو خدمة فيها محبة وتفاني.